Morocco, Portugal and Spain. مبروك, félicitations, parabéns, felicidades. مع إعلان المغرب شريكا في تنظيم كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، ازدادت الأنظار نحو البنية التحتية الرياضية في البلاد، وخصوصا الملاعب التي ستلعب دورا رئيسيا في هذا الحدث العالمي. وبينما يستعد المغرب أيضا لاستضافة كأس الأمم الإفريقية، يبقى السؤال: هل الملاعب المغربية جاهزة لهذه التحديات؟ شهد ملعب مولاي عبد الله بالرباط تحولا جذريا، حيث تم هدمه بالكامل وإعادة بنائه وفقا لمعايير عالمية. وصلت الأشغال في هذا الملعب إلى مراحله الأخيرة، ومن المقرر افتتاحه رسميا في مارس المقبل. هذه الخطوة تعكس جدية المغرب في تحضير البطولات الكبرى، مع الالتزام بالمعايير المطلوبة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والاتحاد الافريقي. على النقيض، يعاني ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء من تحديات مستمرة، ورغم الإغلاقات المتكررة للصيانة ورصد ميزانيات ضخمة لتطويره، إلا أن النتائج لم ترتقي لتطلعات الجمهور الرياضي. توقف الأشغال وعدم وضوح الرؤية بشأن موعد جاهزيته يثير الكثير من التساؤلات حول أسباب التأخير وكيفية إدارة المشروع. هذا الملعب الأسطوري الذي استضاف مباريات تاريخية لقطبي كازا الرجاء والوداد بات يعاني من ضعف في الصيانة والتطوير، مما يهدد مكانته كواحد من أهم الملاعب الوطنية. ولتسليط الضوء أكثر، يمكن مقارنة ملعب محمد الخامس بملعب عبد الله واد في السنغال. هذا الملعب تم تشييده في غضون عامين فقط بتكلفة أقل نسبياً، وببطاقة استيعابية تصل إلى 50,000 متفرج. المقارنة تكشف عن الفجوة في كفاءة إدارة المشاريع، وتؤكد أن المسألة ليست مرتبطة فقط بالموارد، بل بطريقة إدارتها واستغلالها.